السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل متابعينا على القناة، أهلا وسهلا بحضراتكم. أحب أصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية في موضوع كل الناس عارفينه، وهو موضوع أحمد فتوح وعبد الله جمعة، واللي طلع علينا رئيس نادي الزمالك يا سادة وهو المستشار مرتضى منصور بفضيحة أبنائه وفضيحة نادي الزمالك، وبقينا جرس على الصحف العالمية. أنت شوهت سمعتنا، شوهت منظر الكرة المصرية. بخلاف ان احنا بنتكلم على احمد فتوح ان هو لاعب لنادي الزمالك وابن من ابناء نادي الزمالك، انا بقولك ان احمد فتوح الباك الشمال لمنتخب مصر. انت حطيتنا في مشكله كبيره قوي. انت يعني عارف يعني ايه لما تقول ان احمد فتوح راجل بيشرب حشيش وبتاع نسوان؟ بخلاف الجرس اللي انت عملتها للنادي بتاعك، انت شوهت صوره مصر بالنسبه لاي فرقه هنلاعبها بعد كده بمنتخب مصر. هنخضع لكل التحليلات قبل كل مباراه. المستشار مرتضى منصور كان مدي مهلة تنتهي امبارح الساعة 11 صباحا ان احمد فتوح يروح لنادي الزمالك ويعتذر. الحاجة الغريبة اللي احنا شفناها على قناة نادي الزمالك، واحنا شفنا عبد الله جمعة وهو بيعتذر بشكل مهين لنادي الزمالك ولجماهيره. انا عايز اقول لك يا عبد الله، انا الصورة اللي انا شفتها انا مستغربك فيها قوي. يعني عاوز اكون واحد ممسوك تحري او ممسوك في لجنة تفتيش بمنظرك اللي انت طلعت علينا بيه ده. هي الفكرة في ايه؟ انا برضو مش فاهم انت بتعتذر عن ايه؟ يعني انت بتعتذر ده معناه ان انت فعلا عملت الجرم ده؟ انت فعلا بتتعاطى حشيش؟ انت فعلا انا اسف بتاع نسوان؟ ما هو الموضوع برضو لو كده وبتعتذر لنادي الزمالك والجماهير نادي الزمالك، يبقى الموضوع برضو اكبر مشكلة. كون ان انت بتعتذر يعني انت بتعترف ان فعلا في مشكلة حصلت. طب ايه؟ معلش انا اسف، يعني احنا لابسين ايه؟ يعني برانيت فوق دماغنا؟ من فين بتتعاطى ومن فين اعتذرت؟ الحقيقة فين يا جماعة؟ بالفعل في لجنة وصلت نادي الزمالك علشان تعمل تحاليل على كل اللعيبة بعد التصريحات اللي قالها رئيس نادي الزمالك. انت بصراحة حطيت النادي بتاعك في شكل يعني مهين جدا. المصيبة الأكبر إن لما اللجنة دي توجهت بالفعل لنادي الزمالك ملقوش أحمد فتوح، بس هو أحمد فتوح راجل معذور. اللي عرفته عن مصادر إن هو قفل تليفونه، وفي بلاغ للنائب العام تم تأديبه من جانب أحمد فتوح بيتهم فيه المستشار مرتضى منصور إن الراجل بيشوه صورته. ماشي، أحمد فتوح معاه العذر إن هو ما راحش يخضع للتحليلات اللي هي اتعملت في نادي الزمالك وتغيب عن المران بتاع نادي الزمالك. طب انت عبد الله يا جمعه اعتذرت، ماشي، الاعتذار حاجه كويسه، بس انا برضو مش فاهم الاعتذار ده سببه ايه. هل انت خايف على مستقبلك ان انت ما تلعبش في نادي الزمالك؟ خايف بعد تشويه صورتك من رئيس نادي الزمالك ان انت ما ينفعش تلعب في اي نادي تاني؟ طب لو انت فعلا ما فيش حاجه، طب النهارده انت ليه ما رحتش تمرين نادي الزمالك؟ وليه ما خضعتش للتحليلات اللي جايه من قبل اللجنه اللي توجهت للنادي؟ الغريب في الامر ان احمد سيد زيزو كمان غاب عن التمرين. اللي نعرفه عن احمد سيد زيزو ان هو ما بيتغيبش عن التمارين لاي اسباب كانت. انت تكون النهارده ان انت تعتذر او ان انت تغيب عن التمرين، ده برضو يتحط تحتيه 100 خط. المشكله بقت كبيره قوي في نادي الزمالك، واللي حط نفسه فيها وحط ابناء النادي فيها وهو المستشار مرتضى منصور. اللي عايز اقوله، طب الزمالك هيكون ليه ماتش الجاي مع المحله، ماتش الجاي مع المحله. انت عندك احمد سيد زيزو، اكيد لو غايب عن التمرين مش هيغيب عن الماتش. طب لو غاب عن الماتش نفهم ده ايه. الحاجه التانية، عندك امام عاشور. انت الناس دي كلها اديتها انذارات قبل كده ان هي تتعامل مع نادي الزمالك بشكل يليق بيه. انت النهارده لو الناس دي ما خضعتش للتحاليل اللي هتتعمل قبل المباراه، يبقى لا مؤاخذه نادي الزمالك ده بيدار ازاي؟ يبقى النهارده عندك عبد الله جمعه لو غاب عن ماتش المحله يبقى الاعتذار ملوش لازمه، وكلام نادي الزمالك وكلام رئيس نادي الزمالك يبقى هو عنده حق فيه، ودي مشكله كبيره. انت حطيت نفسك في مساءلات كبيره جدا. يا رب الموضوع ينتهي على خير، لان فعلا الموضوع بقى واخد شكل غير لائق بشكل مصر عامه، لان الصحف العالميه بدات تتكلم عن الموضوع ده. انا بتحسي لنادي الاهلي على حساب نادي الزمالك، كون ان انا راجل مشجع لنادي الاهلي، بس انا بتكلم على شكل نادي الزمالك وسط الانديه العالميه. النهارده لما الصحف العالميه تتكلم ان في شرب حشيش ومنشطات داخل نادي من انديه مصر، ده بيسيء الى الكره المصريه. الحاجه التانية، انا مش فاهم قناه الزمالك عايزه توصل بينا لحد فين.
والله انا مش فاهم كابتن جمال عبد الحميد ومحمد رجب الصحفي يوميا على قناة الزمالك عايزين يوصلونا لحتة ان رئيس لجنة الحكام بيدار من خلال النادي الاهلي. هي الفكرة في ايه؟ بنتكلم في فار، بنتكلم في لجنة تحكيم. يا عم العب كورة، العب كورة ووريني شغلك داخل الملعب. احنا دلوقتي بنلعب على نغمة ان لجنة الحكام عايزة تهدي الدوري للاهلي عشان ما ينفعش ان الزمالك ياخده 3 مرات. ايه يعني؟ انا مش لاقي لها حل. ويطلع علينا محمد رجب ويقول لك ان رئيس لجنة الحكام لا مؤاخذة راجل هو وصديقه في انجلترا راجل مش على قد كده في رجولته. يا راجل ده كلام بيتقال؟ انا مش عارف وحاطين احمد شوبير في دماغكم، واحمد شوبير هو اللي بيدير، واحمد شوبير هو اللي عامل فساد داخل لجنة الحكام. انا مش عارف هو ليه قناة نادي الزمالك يعني. هو احمد شوبير عامل لكم ايه؟ او الخطيب نفسه عمل لكم ايه؟ يعني لو في، انا بص، اللي عايز اقوله في جماهير نادي الزمالك ناس محترمه جدا. يعني لو في حد في التعليقات يكتب لي ايه الغلط اللي الخطيب كابتن خطيب اللي عمله اتجاه نادي الزمالك وجماهيره. انا بتكلم بما يرضي الله. حد زملكاوي، وانا ليا اصدقاء زملكاويه كتير وناس محترمه، اكتب لي في التعليقات ايه الخطأ او ايه الحاجه اللي عملها الخطيب اتجاه نادي الزمالك وجماهيره، علشان نشوف كميه السواد والغل اللي موجوده في البرامج اللي بتطلع لنا على قناه الزمالك وفيها اسفاف على النادي الاهلي وعلى لجنه الحكام. وانت بتتكلم ان عايز تعاقب نادي الاهلي عشان كاتب تحكيم فاجر. طب ما انت دلوقتي بتخبط في لجنه التحكيم. يعني انت دلوقتي بتخبط في لجنه التحكيم. هو لا اما تغلب لا اما يبقى لجنه التحكيم فيها يا جماعه للاسف ان القنوات بتاعتكم بتبث في بيوتنا وفي اطفال بتتفرج على الحاجات دي. يا ريت يكون فيها نوع بشكل يليق بالاسر المصريه. انا مش كل ما افتح القناه وابص فيها الاقي فيها سباب، الاقي فيها شتائم، الاقي فيها الفاظ، الاقي فيها ايحاءات. ده ما ينفعش. اتكلم في ايه اللي تم، ايه اللي تم في المصيبه اللي النادي الزمالك فيها، ايه اللي تم في المنشطات، ايه اللي تم بعد اجراء الكشف على اللعيبه بتاعتك. وصل لي بمعلومه، عرفني ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك، ايه اللي بيدار خلف اسوار نادي الزمالك. لكن انت بتكلمني في شوبير، بتكلمني في الخطيب، بتكلمني في مروان عطيه. ونرجع لقصه مروان عطيه. يعني اللي قاله المستشار مرتضى منصور ان محمد مصلحي انهى صفقته مع مروان عطيه بالنسبه لخلاله مع مستشار مرتضى منصور، وان هو قال له ابديلي من اللاعب بالرغبه في الالتحاق بنادي الزمالك. ماشي، هات لي العقد اللي مضى عليه مروان عطيه. انت قدمت عرض، العرض ما جاش على هوا رئيس نادي الاتحاد. الاهلي قدم عرض قد يكون افضل. هي كده، ده قدم عرض، ده قدم عرض احسن منه. ايه المشكله؟ هو ليه دايما يا جماعة بنحط نفسنا في دوشة ونخلي الناس تتكلم فيها ونعمل فتنة ما بين الأندية وبعضها؟ يا ريت نركز شوية يا جماعة في الأيام اللي جاية، ويا ريت يكون في نوع من الحياد على قناة الزمالك في التعامل مع الكرة المصرية. أنا شايف على قناة الزمالك نوع من الإسفاف. رجاء الهدوء حتى لا ننحرف إلى طريق مسدود. الأخ محمد رجب اللي طالع ان يقول حرم رئيس الجمهوريه السيده جيهان السادات كانت دايما بتتكلم مع الحكام ان الاهلي لازم يكسب. طب ده كلام يا جماعه؟ ده كلام يتقال؟ انا مش فاهم يعني ايه. وخلاص دلوقتي على قناه الزمالك عايزين يعملوا اقاله لرئيس لجنه الحكام علشان بياخد 40,000 دولار وان مفيش دولارات في البلد. يعني مش فاهم دي نكته دي ولا ايه؟ يعني شايف ان حوار سخيف. يعني 40,000 دولار في يعني حوالي قد ايه؟ يعني 1,200,000. طب ما هو الناس اللي قاعدة على منصة قناة الزمالك وتبث يوميا بياخدوا أكتر من كده. يعني أنا مش فاهم. والنتيجة اللي احنا طلعنا بيها ايه؟ مفيش أي حاجة. يا ريت يا جماعة نتكلم في الكورة، نتكلم في الفنيات، نتكلم في إن احنا نأدي المنافسة تكون منافسة شريفة، مش منافسة إن أنا بضرب تحت الحزام. كل الأمنيات للأندية المصرية إن احنا نشوف دوري محترم. واللي عايز أقوله إن فعلا نادي الزمالك في أزمة كبيرة، واللي حطنا فيها أو حط نادي الزمالك فيها وجماهيره هو رئيس نادي الزمالك. لعل يكون الأمر خير
ونلقاكم إن شاء الله في فيديو قريب، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.